ايه ده؟ طريقة شغلنا اتعرضت على التلفزيون وكمان الممثلين بيشرحوها. تعالوا نشوفوا اللي حصل. كلمي كل اصحابك ومعارفك وبيعي لهم. اشتري مننا، اشتري منك انت. لا، انت تبيعي لهم عشان انا اكسب وانت تكسبي، وهم لما هيبيعوا انت هتكسبي. انا تهت منك. دي طاقه ولا بيزنس؟ يقولوا مستر لي انها طريقه تسويق جديده اسمها منه فيه، يعني انت لازم تشتري عشان تعرفي تبيعي. ارسم لك الشجره لو مش فاهمه؟ لا ما فهمتش بصراحه، ارسمي لي الشجره اتفضلي. مش فاهمه ايه يعني؟ هتكسبي فلوس وانت قاعده في بيتك ملكه متوجه، ولا زبونه نازله ترخم عليكي فيها شقه بقى يا منصوره. لو عايزه تشتغلي اشتغلي، بس تشتغلي بمزاجك. ومن امتى بقى السما بتمطر فلوس؟ اهي فرصه وجت لحد عندنا يا ستي، نقول لها لا ولا نمسك فيها؟ ده ايه؟ ده البيع المباشر. مجال البيع المباشر من انجح مجالات العالم، من انجح البيزنس اللي تقدري تعملوا منه فلوس بسرعه جدا وبسهوله قوي. بقالنا سنين كتير قوي بنحاول نشرحها لكم. طبعا المجال ده ناس كتير من سنين كتير، يمكن اكتر من 50 سنه كمان، ناس شغاله بالطريقه دي وشركات كتيره جدا شغاله بالطريقه دي، مجال البيع المباشر، وخصوصا في البلاد الاوروبيه. لما بدات الفكره دي تيجي عندنا لحد حياتنا الشرقيه وخصوصا مصر، ارهقنا لحد ما نحاول نوضح لكم ان الموضوع مجزي جدا، الموضوع بيزنس كبير قوي قوي قوي. الفكره مش قادرين نتقبلها. لا، شغليني في وظيفه، شغليني في شركه اخد منها مرتب ثابت وبس. لما اشرح لك شغل يغير حياتك وتقبضي منه فلوس متزايده شهريا، ناس كتير جدا بتستغرب. هيبتدي النصب، هتدخلي من انهي باب؟ هتضحك عليا امتى وتقولي ادفع فلوس امتى؟ نركز بقى شويه وننصح بقى شويه، اخلي مخي يشتغل شويه، افكر انا هستفاد ايه، هيجي منفعه تعود عليا ولا لا، ولا الناس دي عايزه تاخد مني انا وبس. مجال البيع المباشر بقى منتشر كتير جدا جدا دلوقتي. احنا اصلا حياتنا كلها قايمين عليه، البيع والتسويق، خد وهات، ولكن بطريقه فيها ربح اكتر. بسيط قوي. بدل ما انا ما برشح حاجه عجبتني لحد وراح اشتراها وخلاص من غير ما استفاد، انا رشحتها وكسبت منه. انا بقالي 6 سنين بكسب بالطريقه دي، بيدخل لي مرتبات عاليه جدا، مسؤول عن تيم كبير قوي. اقدر اقول لكم ان انا بدرب ناس وناس شغاله معايا بتقبض في الشهر 20,000 جنيه و25,000 جنيه. شغل البيع المباشر هو فكر جديد، نستوعبه نتعلمه، هنلاقي ان هي تجاره ناجحه جدا جدا، بيزنس قوي قوي قوي. اني انا بستهلك منتج، وسط ما انا بستهلكه برشحه للناس، وعلشان انا رشحته للناس لازم اكسب. فانا الشركه بتاعتي فعلا فعلا بتكسب الناس اللي هي اتسببت ان هي رشحت ناس او دخلتهم الشغل. يلا بينا بقى نواكب العصر بقى، يلا بينا بقى نتعلم حاجه جديده. فلا اتعلم اعمل بيزنس وانا مرتاح شويه. فدايما الحياه بتتسهل، دايما الحياه بتكون اسهل. زمان علشان لو عايزه اطمن على حد وهو في بلد بعيده بروح بسافر له اطمن عليه، دلوقتي هطمن عليه بمكالمه تليفون او ممكن اشوفه. فالحياه اتسهلت في التواصل، وبرضو الحياه اتسهلت في الشغل. وانا قاعده في بيتي مرتاحه اقدر اعمل بيزنس كبير قوي، اقدر اشتغل وابيع واسوق واعمل ارباح كبيره وانا قاعده في بيتي بنفس ذات الموبايل اللي مسهل عليا كل حاجه. عايزه تعرفي اكتر، عايزه تتعلمي اكتر، عايزه تعملي فلوس بمنتهى السهوله، هديكي نبذه بسيطه عن طبيعه الشغل بتاعتي. انا شغاله في شركه هي عباره عن منتجات تجميل وعلاج، يعني حاجه احنا كستات بنحبها قوي وبنعشقها جدا، فبتشتغلي فيها وبتستخدميها وبتستهلكيها وبترشحيها للناس اللي حواليكي بكل حب، عشان دي حاجه جوانا احنا كستات، وبسبب ده انت بتكسبي وبتعملي ارباح تانية كتير. بعلمك ان انت تدخلي ستات كتيره برضو زيك، بتعلميهم وبتعالجي لهم مشاكل كتير عندهم، بتعلميهم ازاي يستخدموا المنتجات، وبتعلميهم ازاي يدخلوا ناس برضو اكتر، وكل ما يدخلوا ناس اكتر وانت تدخلي ناس اكتر والجيل التاني يدخل ناس اكتر، كل دي ارباح طالعه لك انت فوق. الموضوع بسيط، ارسم لك الشجره زي ما نيلي عملت. موضوع سهل جدا، موضوع مربح جدا جدا. بقالي سنين شغاله بنفس ذات الطريقه. كسبت ايه؟ اخدت ايه؟ كسبت فلوس كتيره قوي، حققت احلام كتيره جدا جدا جدا، سافرت بره مصر،